السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. يلا نسوي أنا وياكم المدقوقة. هنا عندي نص كيلو تمر زهدي، وراح استعمل مثرامة اللحم، واستعملت الشفرة الوسط. راح بادئ الأمر هسه فقط بس أثرم التمر. طبعا هاي الطريقة كلش سهلة وأبسط من الجاون اللي قبل كانوا أهاليتنا يعني يستعملونها، وتعطينا نفس النتائج، واحتمال هم أضبط من عدها وأسرع. فعشان شكله حلو دا ينزل. بس هاي هسه أنا لحد الآن فقط بس تمر، ما ضفت له أي إضافات. هنا هسه بعد ما كملت ثار مرحلة أولى، ضفت له هنا كوب من السمسم المحمص، وراح أضيف وياه كمية من الراشي، وراح أحاول ألامسهم وأرجع أرجعهم للماكينة مرة ثانية. وهاي هي الخطوة الأخيرة اللي بعد أنا ما أثرم، هي هاي آخر ثرمة. وهنا هذا شكله النهائي، إما تتبقونه بهذا الشكل أو تكورونه كور وتزينونه بالسمسم المحمص. وهذا طبقنا لهذا اليوم. ألف عافية علينا وعليكم، مع السلامة.